بيت رأس البر اللي اللاعب فيه مخلصش في شارع قديم هادي قريب من البحر في رأس البر. كان فيه بيت خشب مهجور من سنين طويلة. بيت شكله عادي من بره، لكن أول ما تدخله تحس إن المكان فيه حاجة غلط. ريحة عفونة قديمة، خشب رطب، وهواء تقيل يخليك مخنوق حتى والشبابيك مفتوحة. الناس هناك كانوا دايما يقولوا البيوت القديمة ما بتنساش اللي حصل فيها. وأحمد اكتشف معنى الجملة دي بالطريقة الأصعب. صيف 2019 أحمد وأسرته قرروا يصيفوا في بيت قديم للإيجار. البيت كان واسع ورخيص بشكل غريب. الأب فرح بالسعر، والأم قالت إنه بيت ليه جوه زمان. أول يومين عدوا طبيعي، ضحك، بحر، وشوية رعب خفيف من شكل البيت بالليل. لكن في الليلة التالتة كل حاجة اتغيرت. الساعة التالتة الفجر أحمد صحى فجأة على صوت حنفية الحمام مفتوحة بأقصى قوة. صوت المية كان عالية جدا، كأن حد سايبها. عمد قام متعصب وهو بيتمتم: مين اللي فاتح الحنفية دلوقتي؟ مشى في الطرقة الضلمة والبيت كله ساكت بشكل مرعب. فتح باب الحمام واتجمد مكانه. المية اللي نازلة من الحنفية كانت حمراء، أحمر غامق، تقيل، نازل ببطء كأنه دم حقيقي. والريحة ريحة زفارة بشعة، ريحة لحمة متعفنة مرمية في الشمس بقالها أيام. أحمد حس إن رجله مش شايلاه، قلبه كان بيدق بعنف، ونادى على إخواته بصوت مخنوق: تعالوا بسرعة. إخواته جروا عليه، لكن أول ما دخلوا الحمام المية رجعت طبيعية، شفافة، ولا كأن أي حاجة حصلت. أخوه ضحك وقال: أنت شكلك كنت بتحلم يا عم. لكن أحمد كان متأكد إن اللي شافه كان حقيقي. لسه مخلصناش لعب رجع أوضته وهو مرعوب. حاول ينام، لكن كل ما يقفل عينه يحس إن في حد واقف في الركن يراقبه. البيت كان ساكت جدا لدرجة إنه كان سامع صوت نفسه، وبين النوم والصحيان سمعه صوت طفل واطي جدا جنب ودنه مباشرة. لكن في حاجة غلط في الصوت، حاجة خلت جسمه يتجمد. الطفل همس: لسه مخلصناش لعب يا أحمد. أحمد فتح عينه بفزع، لكن الأوضة كانت فاضية. قام جري على أوضة أخوه ونام جنبه من غير ما يحكي حاجة. الصور المتقطعة الصبح صحوا على صوت صريخ أخوه الصغير. جروا على الصالة ولقوا حاجة مستحيل تتصدق: كل صور أحمد الشخصية متقطعة قطع صغيرة جدا. لكن الغريب إن القطع كانت مترتبة على الأرض بعناية، شكل هندسي كامل، نجمة خماسية، مش لاعب عيال، مش بعثرة. كل قطعة كانت في مكانها كأن حد قعد ساعات يرتبها. الأب اتعصب وبدأ يلم الصور ويرميها، لكن أخو أحمد الصغير وقف فجأة وقال: استنوا، في حاجة تحت السجادة. اللي تحت الأرض شالوا السجادة القديمة ولقوا لوح خشب مختلف عن باقي الأرضية. الأب ركع وبدأ يفكه ببطء، وأول ما اللوح اتشال ريحة مقرفة طلعت من تحت، ريحة موت. أحمد قرب بالكشاف وشافهم: عظام صغيرة، قطط، فيران، وعصافير، كلهم مترتبين جوه دايرة كبيرة، وفي النص نفس النجمة الخماسية. البيت كله ساكت، ولا حد عارف يتكلم. وفي اللحظة دي أم أحمد افتكرت كلام كانت سمعته من واحدة من أهل المنطقة: صاحب البيت ده كان ملك راجل غريب جدا، عايش لوحده، والناس كانت تقول إنه بيعمل طقوس واستحضار. كل ليلة كانوا يشوفوا نور أحمر طالع من شباكه ويسمعوا صوت همهمة غريبة. لحد سنة 2005 الراجل اختفى فجأة. الباب كان مقفول من جوه، لكن الراجل نفسه اختفى كأنه تبخر. ومن يومها البيت اتملي بالحكايات: ناس تسمع أصوات، ناس تشوف أطفال في الطرقة، وناس تصحى تلاقي حد بيهمسلها وهي نايمة. النهاية العيلة لمت هدومها في أقل من ساعة، سابوا الشنط والأكل وحتى الفلوس اللي دفعوها، ومشوا من البيت الساعة 10 الصبح. ولا حد فيهم رجع هناك تاني. لكن المشكلة إن أحمد مخرجش بالكامل. لحد النهاردة كل فترة يصحى مفزوع من نفس الحلم، نفس الحمام، نفس المية الحمراء، ونفس الهمس البارد جنب ودنه: لسه مخلصناش لعب يا أحمد.